جيبوا لنا الاتلتيكو على السريع استادي. برشلونة يستغل تعثر ريال مدريد امام جيرونا بالدوري ويوسع الفارق الى 9 نقاط. لايك ومتابعة وتعال اسولف لك. مباراة مثيرة للجدل، نعم. ريال مدريد تعرض الى ظلم تحكيمي اكيد، بس هل يا ترى انت منتظر هذا الجزاء الاخير حتى تقول؟ يعني انت بس باوع على فريقك، هل 90 دقيقة مو كافية للفوز؟ يعني احنا اللي نشوفه صار 3 مواسم او اكثر. ريال مدريد ما عنده طريقة بناء لعب تخليك تستمتع بالمشاهدة. يفوز بس بدون اداء، مو كل يدور فلوس وكل يدور علم. ريال مدريد فريق يدور جزاء، يموت على الجزاء. نادر ما تشوفه يلعب صح ويبني هجمة صحيحة. ما اعرف منو زرع بيهم هاي الفلسفة، معقولة انشيلوتي ولحد الان ما يطلعون منها؟ بالمناسبة هذا الحكي يقتصر فقط على الدوري، اما دوري الابطال لا، المستوى يختلف تماما. ومثل ما عودنا ريال مدريد كل سنة من تكون عنده مباريات اقصائية بالابطال يتعثر بالدوري. فهل راح يتكرر سيناريو كل سنة وراح يلزم البايرن يشقهم شق ويتأهل؟ هذا اللي راح نعرفه. معقول انت اليوم مقول اثنين وقولت الثالث وطلع اوف سايد؟ لا، ويأشر علي انه يسوي هيك عود، يعني بطلوا تحجون عليه وتسوون ميم. ما انا لحد الان ما مصدق. الجول الاول قوله هو اصلا هيك صافن على الطوبه، ما مصدق هو نفسه فاتت. الجول الثاني ما اعرف شلون طبت شاقه. يعني انت بس تخيل فران اللي رجليه اثنين هنا يمنى اليوم مفوزك، تقدر تحكي وياه؟ لا، وراشفورد هم. شباب هاي اللعبة بيها شيء، هذا الديربي مو طبيعي. والله احنا نكيف يعني على هذا المستوى للأمانة. بلكي الله ينصركم الثلاثاء بالأبطال وصدق تقلبوها ريمونتادا. اكتبوا لنا بالتعليقات شنو رأيكم بمباريات هاي الجولة، وهل برشلونة وريال مدريد قادر على قلب الطاولة الثلاثاء والأربعاء بالأبطال؟